لو ما كانش فيه عالم جاك الغريب ما كانش هيبقى فيه قصة لعبة أصلا. وعرفت إن الفيلم ما اتعملش أصلا عشان بيكسار كانت عايزة تعمل فيلم عن اللعب. اتعملت عشان ستيف جوبز كان بيكره أفلام الفانتازيا بتاعة ديزني. تعال نشوف بقى إيه هي قصة وتطور قصة لعبة من أول إلهام الشخصيات لحد ما كانوا هيلغوها 3 مرات. كل حاجة بدأت لما كان في رسام أنيميشن شاب اسمه جون لاسيتر، كان شغال في استوديوهات والت ديزني. في سنة 1982 لاسيتر شاف مشهد الموتوسيكلات في فيلم ترون واتبهر تماماً باللي الكمبيوتر ممكن يعمله. لحد الوقت ده الكمبيوترات كانت بتستخدم عشان تعمل مؤثرات وبعض الخلفيات بس، لكن جون بدأ يسأل نفسه سؤال أكبر بكتير: وإيه لو ممكن نعمل فيلم كرتون بالطريقة دي؟ أول فكرة جات له كانت إنه يعمل اقتباس للمحمصة الشجاعة باستخدام الرسوم المتحركة بالكمبيوتر. بس بالنسبة لديزني الموضوع ده ما كانش مثير للاهتمام خالص. ديزني التكنولوجيا دي كانت مكلفة جدا وما كانش ليها لازمة لو مش هتخلي الإنتاج أرخص أو أسرع، فعشان كده الاقتراح اترفض. وبعدها بفترة قصيرة جون لاسيتر خسر شغله. بس الفشل ده هو اللي وصله لقسم الجرافيكس في لوكاس فيلم، وهناك قابل مجموعة من المهندسين اللي كانوا كمان عايزين يعملوا أفلام باستخدام الكمبيوترات. فعشان كده في سنة 1986 ستيف جوبز اشترى القسم ده وحوله لشركة مستقلة وسماها بيكسار. بس بيكسار لسه ما كانتش الاستوديو اللي احنا عارفينه النهاردة. شغلهم الأساسي كان بيع الكمبيوترات والبرامج اللي بتعمل صور. الرسوم المتحركة الصغيرة اللي كانوا بيعملوها كانت بس علشان يوروا قوة أجهزتهم. واحدة من الرسوم المتحركة دي كانت لوكسو جونيور، الفيلم القصير بتاع اللمبتين اللي في الآخر خلى اللمبة الصغيرة تبقى رمز بيكسار. في الحقيقة الكمبيوتر اللي اتعمل عليه لوكسو جونيور كان اسمه بيكسار ايمج كمبيوتر. لو النهاردة حبيت تشتري واحدة جديدة هتكلفك حوالي 520 ألف دولار. دلوقتي فهمت ليه ديزني كانت بتقول إنها غالية جدا. على العموم بعد سنتين جه الفيلم القصير اللي غير كل حاجة. تين توي كان بيحكي قصة تيني، موسيقي صغير مصنوع من الصفيح كان بيحاول يهرب من بيبي. الفكرة كانت بسيطة، لكن لأول مرة القصة دي كانت متحكية من وجهة نظر لعبة خايفة تتدمر على إيد الطفل اللي المفروض يحبها. تين توي كسب جايزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير متحرك بعد سنة من إنتاجه. وجايزة الأوسكار بتروح لتوي جون لاسيتر وويليام ريد. وده خلاهم محط أنظار عدد كبير من الاستوديوهات الكبيرة. لكن حصل حاجة غريبة. في سنة 1991 ديزني قررت تشتغل مع تيم بيرتون، ودي كانت أول مرة يشتغلوا فيها خارج استوديوهاتهم الخاصة، لأنهم قبل كده كانوا بينتجوا بس أفلام رسوم متحركة مرسومة. لكن المرة دي كانت هتبقى فيلم ستوب موشن واللي سموه العالم الغريب بتاع جاك. شكراً. وبسبب النجاح الكبير للفيلم ده ديزني قررت تشتغل مع استوديو صغير تاني، واللي كان مش أي حد غير بيكسار. أول شغل ليهم كان هيبقى برنامج خاص للتلفزيون اسمه كريسماس تين توي، والفكرة دي هي اللي بعد كده ألهمت قصة توي ستوري. لأن في الحقيقة ديزني ما عملتش القصة دي، هم كانوا في قمة شهرتهم مع قصص الأميرات وحكايات الخيال. بس ستيف جوبز كان بيكره كل ده، هو كان عايز يكسر النمط ده. القصة كانت هتتابع تيني بعد ما تساب في محطة بنزين لحد ما يوصل لحضانة مليانة لعب محدش عايزها. ديزني فكرت إن الفكرة دي ممكن تبقى حاجة أكبر، فعشان كده في سنة 1991 الشركتين مضوا عقد ب26 مليون دولار عشان يعملوا 3 أفلام أنيميشن طويلة. بس ده كان حاجة خطيرة جدا بالنسبة لبيكسار، لأن لو أي فيلم من الأفلام دي فشل كل حاجة كانت هتخلص بالنسبة لهم. أول مشكلة كبيرة كانت إنهم ما كانوش عندهم أي فكرة عن الفيلم اللي هيقدموه، فعشان كده قرروا يكملوا بفكرة تيني. وبكده كانت أول نسخة من توي ستوري أبطالها كانوا تيني ودمية متكلم من البطن. المشكلة الكبيرة اللي بعد كده كانت إن الشخصيتين كانوا عايزين نفس الحاجة بالظبط، يلاقوا طفل يلعب معاهم. وديزني لاحظت حاجة واضحة جدا، لو الاتنين بيفكروا نفس التفكير مش هيبقى فيه صراع مثير بينهم.
عشان كده القصة اتحولت لفيلم عن 2 أصدقاء مختلفين تماما عن بعض. واحد هيكون لعبة قديمة وخايف يتبدل، والتاني هيكون اللعبة الجديدة اللي هتيجي وتاخد كل الاهتمام منه. تيني بدأ يتحول لعبة أكشن. في الأول كان جندي شبه جي آي جو، بعدين ادوله طابع فضائي وأسامي بسيطة غريبة زي لونار لاري وتامبوس دامورف، وفي الآخر سموه باز لايتر تكريما لرائد الفضاء باز إلدرين. بديته أخذت عناصر من بدلات رواد الفضاء في برنامج أبولو ومن ألعاب الأكشن في السنين دي. الألوان الأخضر والبنفسجي اختارهم جون لاسيتر ومراته نانسي عشان دول ألوانهم المفضلة. فكان السؤال دلوقتي، إيه اللعبة اللي ممكن تكون عكس حارس الفضاء تماماً؟ راعي بقر. دمية المتكلم من بطنه اتحولت لراعي بقر. راعي بقر، راعي بقر، راعي بقر. الميكانيزم كان مستوحى من دمية كاسبر اللي كان عند جون لاسيتر وهو صغير. في البداية وودي كان لسه محتفظ بالفك الكبير والشكل المريب بتاع دمية المتكلم من بطنه. شوية شوية وشه بقى أنعم أكتر، وفي الآخر خد شكل القماش والبلاستيك اللي كلنا عارفينه. الشخصيات السنوية كمان اتغيرت، وجوس ويدون ساعد في تحويل باز. في النسخ الأولى كان عارف إنه لعبة، لكن ويدمان اقترح إنه يكون مقتنع تماماً إنه حارس فضاء حقيقي. كمان ضاف ريكس، وكان عايز باربي يكون ليها دور مهم، بس ماتيل رفضت تديهم باربي. الشركة كانت شايفة إن كل بنت لازم تتخيل شخصية الدمية بنفسها، وما كانتش عايزة فيلم يحدد مين هي باربي، عشان كده مكانها اتخذته بيتي. هاسبرو كمان ما سمحتش NGI جو يظهر، خصوصا لأن سيد كان هيكسره، وده اللي خلى كومبات كارل يتولد. دلوقتي كل حاجة بدأت تاخد شكل، بس ديزني كانت لسه بتطلب إن الفيلم يكون ليه شخصية أجرأ وأنضج، وبيكسار سمعت الكلام، وعشان كده تقريبا دمروا فيلمهم بنفسهم. عشان يخلوا وودي يبان أجرأ، الكتاب حولوه لشخصية أنانية وقاسية وعدوانية. في النسخة دي وودي ما كانش بيرمي باز من الشباك بالغلط، كان بيرميه عن قصد، وبعد كده بيهدد باقي اللعبة عشان ما يعترضوش عليه. توم هانكس كان من أوائل الناس اللي لاحظوا المشكلة، وهو بيسجل حواراته سأل ليه وودي بقى أحمق تماما كده. في 19 نوفمبر 1993 بيكسار عرضت النسخة دي على المديرين التنفيذيين في ديزني، وكانت رد الفعل سيئة جدا لدرجة ان اليوم ده بقى معروف جوه الاستوديو باسم الجمعة السوداء. ديزني وقفت انتاج فيلم توي ستوري بعد تقريبا 2 سنين من الشغل. اول فيلم البيكسار كان ممكن يموت قبل ما يخلص. جون لاسيتر طلب فرصة أخيرة. الفريق كان عنده 2 أسبوع علشان يثبتوا إنهم يقدروا ينقذوها، وفي الوقت ده ستيف جوبز كان لازم يمول الفيلم لحد ما ديزني ترجع تشتغل عليه تاني. شالوا القسوة من وودي ورجعوا شخصية باز البريء، وركزوا القصة على لعبتين كانوا بيغلطوا لكن ممكن يتعلموا يثقوا في بعض. النسخة الجديدة نجحت، وديزني سمحت إن الإنتاج يكمل. بعد سنين توم هانكس كشف إن هو وتيم ألاين وباقي طاقم التمثيل كانوا سجلوا حوالي 80 دقيقة من القصة اللي في الآخر اترمت بالكامل. بعد ما ديزني رجعت الإنتاج جت بأفكار هما شايفينها مبتكرة ومثيرة للاهتمام. كانوا عايزين توي ستوري تبقى فيلم موسيقي. ديزني عايزة تبوظ كل حاجة من أيام ما قبل تاريخ. السيناريو دلوقتي كان شكله واقف ومفيش تقدم. كتاب السيناريو في ديزني ما كانوش فاهمين إن القصة عن اللعب مش عن العيال اللي بيلعبوا بيهم، عشان كده كانوا بيضيفوا شخصيات بشرية كتير، لحد ما جه جوس ويدون اللي فهم بسرعة إيه اللي بيكسار عايزة تحكيه، وفي الآخر طلعت القصة اللي احنا عارفينها النهاردة. التكنولوجيا وقتها ما كانتش تقدر تعمل بشر أو شعر أو أقمشة بالواقعية اللي بنشوفها دلوقتي، عشان كده عمل فيلم عن لعب كان قرار مثالي. البلاستيك، الخشب والأسطح الصلبة كانوا بالظبط الحاجات اللي الكمبيوترات كانت بتعرف تمثلها أحسن، وده اللي خلى بجانب وودي وباز تظهر شخصيات زي السيد بطاطس، ريكس وكل الشخصيات التانية. في الحقيقة السيد بطاطس كمان ليه قصة مدهشة جدا. اللعبة اخترعها جورج ليرنر، وفي الأول حتى ما كانش فيها بطاطس بلاستيك،
الأطفال كانوا المفروض يحطوا القطع على بطاطس حقيقية. هام، الحصالة اللي على شكل خنزير صغير، بتمثل تقليد للأطفال موجود من قرون، إنهم يحوشوا الفلوس المعدنية في حصالة الخنزير. نيني، لعبة المنظار اللي ليها عيون، كانت مستوحاة من لعبة روبينج آيز اللي صنعتها شركة تومي سنة 1982، واستلهموا اسم أندي تكريما لأندرياس. أندي فاندام أستاذ في جامعة براون، وكان معلم لكتير من صناع ومصممين الرسوم المتحركة في فيلم توي ستوري. أما سيد فيليبس الشرير فاستوخوه من موظف قديم في بيكسار كان بيكسر الألعاب علشان يصنع وحوش جديدة من قطع الدمى القديمة. بس عمركم سألتوا نفسكم ليه كل أصحاب أندي شبهه؟ هو لا، مش بس علشان كانوا كسالى، وقتها كان تحريك الشخصيات البشرية مكلف جدا، لأن كان صعب جدا يحاكوا ملمس الجلد. عشان كده بيكسار قررت توفر وقت وفلوس ونسخت التصميم اللي كان عندهم لأندي. مع كده إنتاج فيلم توي ستوري كان جنون. أكتر من 114 ألف إطار احتاجوا حوالي 800 ألف ساعة معالجة. احنا بنتكلم عن حوالي 91 سنة لو كمبيوتر واحد كان عملها من غير توقف. بيكسار استخدمت 117 كمبيوتر، وكل إطار كان ممكن ياخد في المتوسط 3 ساعات عشان يتعمل. كل الاستوديو كله كان بيقدر يعمل ريندر لأقل من 30 ثانية من الفيلم في اليوم. في الحقيقة في أكتر أسبوع كانوا فيه منتجين، بيكسار قدرت تعمل ريندر ل3 دقايق ونص بس من كل الفيلم. دلوقتي نقدر نفهم ليه بعض الشخصيات البشرية زي أندي وسيد شكلهم أغرب بكتير من الألعاب. الفريق كان بيعمل حاجة ما كانش ليها قواعد ولا أدوات ولا أمثلة سابقة. حتى لما الفيلم آخرا خلص الكل قال إنه كان أبشع فيلم بصريا ممكن يعملوه. برغم كل ده ديزني قررت تخاطر وتنزل فيلم توي ستوري في السينمات. وهكذا في 28 نوفمبر 1995 اتعرض فيلم توي ستوري على الشاشة الكبيرة. على عكس كل التوقعات الفيلم اتحب من أول عرض ليه. تكلفة الفيلم كانت حوالي 30 مليون دولار، وجمع في الآخر حوالي 374 مليون دولار من جميع أنحاء العالم. كمان بقت أول فيلم رسوم متحركة يترشح للأوسكار عن السيناريو بتاعه، وجون لاسيتر أخد جايزة خاصة علشان أخرج أول فيلم طويل متحرك بالكمبيوتر. أيوة، ديزني فصلته في الأول وبعد كده رجع بقوة، بس التغيير الأهم حصل بعيد عن الجوائز. بعد توي ستوري كل الاستوديوهات فهمت ان الرسوم المتحركة بالكمبيوتر مش حاجة مستحيلة، بالعكس دي كانت مستقبل الصناعة. يعني فيلم على اللعب كان شكله معمول مخصوص عشان يبيع منتجات، صح؟ بس قبل العرض تقريبا ولا شركة كانت عايزة تصنع وودي وباز. شركات الألعاب عادة كانت محتاجة من 18 شهر لسنتين عشان تجهز خط ألعاب جديد، وديزني وصلت متأخر جدا، فكذا شركة رفضت الترخيص. الشركة الوحيدة اللي غامرت كانت شركة كندية صغيرة اسمها Thinkway Thinker، والنتيجة كانت العكس تماما. الألعاب خلصت وما كانش فيه باز ليتر كفاية لكل الأطفال اللي كانوا عايزين واحد في الكريسماس. أول 250 ألف لعبة من كل شخصية اتباعت بسرعة جدا، ومع مرور السنين وودي وباز عدوا 25 مليون لعبة ديزني، صرفت حوالي 20 مليون دولار على الدعاية. بس شركات زي برجر كينج، كوكاكولا، بيبسي وبايلس زودوا حوالي 125 مليون في عروض ترويجية مرتبطة بتوي ستوري. توي ستوري ما بقاش مجرد قصة عن لعب أطفال، بقى آلة بتبيع لعب حقيقية. في سنة 1996 الفيلم نزل على شرايط VHS وباع أكثر من 21 مليون نسخة في أول سنة ليه. في نفس السنة دي بيكسار عملت توي ستوري تريتس، كانت عبارة عن أفلام قصيرة متحركة مدتها من 10 ل 30 ثانية، وكانت بتظهر أثناء الإعلانات في كرتون يوم السبت على قناة ABC. القناة كانت بتصر إنهم مش إعلانات لشريط الفيديو لأنهم عمرهم ما ذكروا المنتج، لكن الغريب إنهم بدأوا يذيعوها قبل ما الفيلم ينزل للبيع بأسابيع قليلة. وكمان نزل أول لعبة فيديو لتوي ستوري، وكتبوا هدوم وجزم وبرامج للكمبيوتر وحتى عروض ديزني اون آيس.
توي ستوري خرجت بره الشاشة، وديزني كانت عايزة جزء تاني بأسرع وقت ممكن. في الأول توي ستوري 2 ما كانتش هتنزل في السينمات أصلا، ديزني طلبتها كجزء تاني يتعرض مباشرة على شرايط الفيديو VHS. عشان كده بيكسار جمعت فريق أصغر بكتير من اللي بيشتغل على فيلم كامل، وده لأن الاستوديو كان شغال وقتها على فيلم حياة حشرة. بس لما ديزني شافت أول مشاهد من توي ستوري 2 أدركت إن الفيلم عنده فرصة يبقى ناجح جدا في شباك التذاكر، غيروا خطط تماما، وفي الآخر توي ستوري 2 بقى عرض عالمي في السينمات. المشروع كبر والانيميشن بقت اكتر تفصيلا والبيئات بقت اكبر، وودي اكتشف انه مش مجرد راعي بقر عادي، كان نجم برنامج قديم اسمه توديوبي وود داريوس ماكي. وكمان عندنا جيسي وتيرو البلانكو وبيت الناتن. لكن في الوقت اللي القصة كانت بتتكلم عن لعب منسية، بيكسار كانت هتخسر الفيلم كله. في سنة 1998 أمره غلط بدأ يمسح الملفات من السيرفرات، الشخصيات كانت بتختفي من المشاهد، ورسامي التحريك بيحاولوا يشتغلوا، ولما قدروا يوقفوه حوالي 90% من الفيلم كانت مسح، والنسخة الاحتياطية كمان ما كانتش شغالة صح. والفيلم نجح بفضل جالدين سوسمان، المشرفة التقنية اللي كانت بتشتغل من البيت علشان تهتم بطفلها، وكان عندها نسخة حديثة على الكمبيوتر بتاعها. الفريق نقل الجهاز لحد بيكسار وهو ملفوف في بطاطين، وكانوا بيتعاملوا معاه كأنهم بينقلوا الطفل يسوع لمكاتبهم. قدروا يسترجعوا المشروع، وساعتها بيكسار قررت إنها لازم تمسحه تاني، والمرة دي كان عن قصد فعلا. جون لاسيتر شاف الفيلم وافتكر ان القصة مش قوية كفاية علشان تتعرض في السينمات. ديزني رفضت تغير الميعاد، فبيكسار اعادت بناء الفيلم كله تقريبا في 9 شهور بس. الفريق اشتغل لحد ما تعبوا جدا، كده رسام انيميشن اتصابوا باصابات من كتر الشغل المتكرر ومتلازمة النفق الرزغي. الإرهاق وصل لدرجة خطيرة، لدرجة إن واحد من العمال نسي طفله الرضيع جوه عربيته لما وصل للاستوديو. لحسن الحظ قدروا ينقذوه. توي ستوري 2 اتعرض أخيرا يوم 24 نوفمبر 1999. كلف حوالي 90 مليون دولار وجمع أكتر من 500 مليون. الفيلم كمان ضاف أخطاء تصوير مزيفة أثناء التترات، كأن وودي وباز ممثلين حقيقيين. مع ذلك واحدة من النكت دي كانت بتظهر بيت الناتن وهو بيعرض أدوار على 2 من عرايس باربي. أيوة، بعد أول نجاح ماتيلا أخيرا وافقت تديهم باربي. انا اقدر اجيب لكم دور في توي ستوري 3. اسف دي اللقطة. طيب يا بنات، كان شرف ليا، وبجد لو حبيتوا نصايح في التمثيل هكون مبسوط أساعدكم، ويلا سلام. في 2019 بيكسار شالت المشهد ده من النسخ الجديدة عشان شبهه بحوادث استغلال السلطة اللي اتبلغ عنها في هوليوود. وفاكر محل لعب قال طيب المحل ده مستوحى من محل لعب حقيقي في سان فرانسيسكو اسمه جيفريز تويز، بس السلسلة كانت لسه بتبدأ تكبر. بعد فيلمين الجمهور كان خلاص عرف ان باز شخصية مبنية على حارس فضاء خيالي، فكان السؤال منطقي جدا، ايه كانت قصة باز الحقيقي؟ ديزني ردت بفيلم باز لايتير ستار كوماند بداية المغامرة، فيلم كرتون اتعرض مباشرة على شرايط الفيديو في سنة 2000. القصة كانت بتبدأ جوه عالم توي ستوري، اللي بيتجمعوا عشان يتفرجوا على فيلم بطولة باز، وبعد كده الرسوم المتحركة كانت بتتغير من 3D ل 2D عشان تعرض مغامراته ضد زورج. تيم آلين رجع مثل دور باز في الفيلم، لكن في المسلسل التلفزيوني اتبدل بباتريك واربورتون، يعني واربوتون. طيب مش أظن إن دول ال3 رجالة الخضرة الصغيرين اللي ناقصين. طيب مش أظن إنهم الرجالة الخضرة الصغيرين. باز لايتر ستار كوماندا كان ليه 65 حلقة لو حسبنا الفيلم الأول اللي اتقسم ل3 أجزاء. الفيلم باع حوالي 3 مليون نسخة في أول أسبوع ليه. كمان الفيلم خد لعبة فيديو خاصة بيه وساعد باز إنه يبقى أكتر من مجرد لعبة عند أندي. وودي وباز كانوا هيفضلوا مكملين بس من غير بيكسار. مع ان ديزني وبيكسار كانوا عملوا انجح افلام في السنين دي، علاقتهم كانت بتتدمر واحدة واحدة.
ستيف جوبز كان عايز بيكسار تفضل مسيطرة على أفلامها الجاية، وديزني ما كانتش مستعدة تسيب سلسلة بتكسب فلوس كتير كده. في 2004 المفاوضات انتهت وبيكسار أعلنت إنها هتدور على موزع تاني. المشكلة كانت إن ديزني لسه معاها حقوق الشخصيات وكانت تقدر تعمل أجزاء تانية من غير بيكسار، وعشان كده عملت استوديو اسمه سيركل 7 أنيميشن وبدأت نسختها الخاصة من توي ستوري 3. في القصة دي باز بدأ يبوظ واتباعك لمصنع في تايوان، ولما الألعاب اكتشفوا إن كل لعب باز لايتير اتسحبت من السوق عشان يتدمروا، وودي وجيسي والباقيين بعتوا نفسهم بالبريد عشان ينقذوه. الفيلم ده اتقدم كفاية لدرجة إنه كان فيه سيناريوهات وتصميمات واختبارات أنيميشن. حكاية لعبة كانت هتتقسم لنصين، أفلام بيكسار الأصلية وتكملات ديزني. بس في 2006 بوب إيجر مسك إدارة ديزني وقرر إن خسارة بيكسار هتكون غلطة كبيرة جدا، فعشان كده ديزني اشترت الاستوديو ب 7.4 مليار دولار. قفلت سيركل 7 ولغت النسخة دي من حكاية لعبة 3. السلسلة رجعت مبدعينها وهم قرروا يودعوا أندي. عشان يعملوا حكاية لعبة 3 الجديدة، جون لاسيتر، بيت دكتور، أندرو ستانتون وليون كريتش رجعوا للكوخ اللي كانوا عملوا فيه أول فيلم. أول فكرة ليهم ما نفعتش برضو، فرجعوا يتفرجوا على حكاية لعبة 1 وحكاية لعبة 2 ولقوا السؤال اللي القصة كانت بتتجنبه سنين: إيه اللي هيحصل لما أندي يكبر في الآخر؟ ليون كريتش بقى المخرج، والفيلم خلى ساني سايد وعد كذاب. التكنولوجيا كانت اتغيرت جامد من سنة 1999 لدرجة ان النماذج الأصلية لودي وباز والباقيين ما كانتش ينفع تتعدل صح بالبرامج الجديدة. بيكسار اضطرت تعيد بناهم تفصيلة بتفصيلة وترجع تحط كل مفصل وملمس وخامة من الأول، عشان كده الشخصيات محتفظة بتصميمها الأصلي. بس دلوقتي نقدر نشوف خياطة وودي وألياف هدومه والخدوش اللي على باز، وكمان الإضاءة بقت واقعية أكتر بكتير. توي ستوري 3 اتعرض لأول مرة يوم 18 يونيو 2010 وحول وداع شاب ولعبه لواحد من أكتر النهايات اللي الناس فاكرينها في أفلام بيكسار. الفيلم حقق أكتر من مليار و66 مليون دولار. كانت أول فيلم أنيميشن يتخطى المليار دولار، وخدت 5 ترشيحات للأوسكار منهم أفضل فيلم، وكمان كسبت جايزة أفضل فيلم أنيميشن وأفضل أغنية أصلية. كل حاجة كانت باين عليها انتهت بشكل مثالي. أندي كبر، اللعب كان عندهم بنت جديدة اسمها بوني، وبيكسار كانت خلصت ثلاثية من غير ولا فيلم تلقى استقبال سيء. بس ديزني ما سابتش الشخصيات تختفي، بدل ما ينتجوا فيلم رابع على طول بيكسار بدأت تعرض مغامرات صغيرة للعب مع بوني. في 2011 جه فيلم عطلة في هاواي اللي فيه كين وباربي ضيعوا رحلتهم لهاواي، والباقي من اللعب حاولوا يعيدوا الرحلة دي جوه الأوضة. وفي نفس السنة ظهر فيلم جراند باز الصغير اللي فيه باز الصغير بتاع المطعم بدل مكانه مع باز الحقيقي. وفي 2012 جه فيلم حفلة فيستا سورس ريكس اللي فيه ريكس اتحول لملك حفلة جوه الحمام. ال3 أفلام القصيرة دول اتعرفوا باسم حكايات توي ستوري القصيرة. بعد كده جم 2 من العروض الخاصة للتلفزيون مدتهم حوالي 22 دقيقة. فيلم توي ستوري اوف تيرور اتعرض في 2013 وخلى جيسي هي البطلة في قصة تشويق جوه موتيل. فيلم توي ستوري منسيين في الزمن جه في 2014 وقدم الديناصورات المقاتلة، ألعاب ديناصورات زي باز في أول فيلم ما كانوش عارفين إنهم ألعاب. السلسلة كمان فضلت تكبر في ألعاب الفيديو. لعبة توي ستوري 2 باز لايتير للإنقاذ بقت واحدة من أكتر الألعاب اللي الناس فاكرينها. لعبة توي ستوري رايسر نزلت في 2001، ولعبة توي ستوري 3 كانت محبوبة جدا خصوصا عشان وضع توي بوكس اللي كان بيسمح لك تبني وتتحكم في عالم ألعاب من غير ما تمشي وراء أحداث الفيلم. بعد كده الشخصيات ظهرت في ديزني انفينيتي، وفي 2019 خدوا عالم خاص بيهم جوه كينجدوم هارتس 3. وفي الحياة الحقيقية لعبة توي ستوري ميدواي مانيا اتفتحت في 2008. وبعد كده جت مناطق كاملة مستوحاة من توي ستوري في فرنسا، هونغ كونغ، شنغهاي وفلوريدا، متصممة علشان الزوار يحسوا انهم بحجم لعبة جوه حوش أندي. وفي 2013 حصل واحدة من أغرب الصيحات في السلسلة، انتشرت فكرة الصياح أندي جاي قدام شخصيات توي ستوري في ملاهي ديزني.
وكانوا بيقعوا على الأرض ويمثلوا إنهم لعب من غير حياة. السر ما بقاش ممتع لما الكل بدأ يكرره. العادة دي وقفت لأن الوقوع على الأرض كل شوية بقى خطر على الممثلين والزوار. توي ستوري كان عنده أفلام قصيرة، مسلسلات، ألعاب فيديو، عروض، ألعاب ملاهي، وكمية مهولة من البضائع. بس لسه كان في سؤال، إيه اللي هيحصل لوودي بعد أندي؟ لما أعلنوا عن توي ستوري 4 جزء كبير من الجمهور كان شايف إنها ما كانش ليها لازمة. الفيلم الثالث كان فعلا نهاية مثالية. حتى جوا بيكسار كانوا عارفين إن الجزء الرابع مش هيبقى ليه معنى إلا لو لقى نهاية تانية مش لأندي لكن لوودي. الإنتاج بدأ وكان جون لاسيتر هو المخرج، والقصة كانت عن وودي وبيتي، لكن المشروع اتغير كذا مرة. لاسيتير ساب الإخراج وجوش كودي خد مكانه، وحوالي 3/4 السيناريو الأصلي اتعاد كتابته. القصة النهائية قدمت فوركي، وهو حاجة عملتها بوني وما كانش فاهم هو ليه عايش، وهنا التطور البصري كان ضخم جدا. بيكسار كانت قادرة تعمل مطر، تراب، شباك عنكبوت، أقمشة وانعكاسات، ودي كانت حاجات مستحيلة في 1995. كمان ضافوا شروخ صغيرة في طلاء شعر بيتي علشان يفتكروا إنها لسه مصنوعة من البورسلين. دون ريكلس صوته السيد بطاطس كان توفى في 2017 قبل ما يسجل الجمل الجديدة بتاعته. عيلته طلبت إن الشخصية تفضل موجودة في الفيلم، عشان كده بيكسار رجعت تسجيلات على مدار 25 سنة ومشاهد محذوفة وألعاب فيديو ومواد ترويجية علشان يبنوا حواراته. وفيلم توي ستوري 4 اتعرض في يونيو 2019 وجاب أكتر من $173 مليون، وكسب الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة. وودي في الآخر ساب بوني علشان يسافر مع بيتي ويساعد لاعب تانية ضايعة، وبرضه كان شكله النهاية، وبرضه ما كانش كده. نفس سنة عرض توي ستوري 4 ديزني طلعت مسلسل فوركي بيسأل سؤال. المسلسل كان فيه 10 أفلام قصيرة، فوركي كان بيسأل فيها عن حاجات زي إيه هو الفلوس والحب والوقت والفن والكمبيوتر أو الصديق. في 2020 نزل فيلم قصير اسمه لامب لايف. الفيلم ده شرح إيه اللي حصل مع بيتي خلال السنين اللي كانت فيها بعيدة عن وودي. وفي 2021 بيكسار بوبكورن ضمت ظهورات صغيرة تانية من السلسلة زي تمرين رياضي لباز ومغامرة لداكي وبوني. توي ستوري فضلت تنتج قصص من غير ما تحتاج تعمل فيلم رئيسي جديد. ساعتها بيكسار رجعت للسؤال اللي كان أندي بيسأله من أول فيلم، مين هو الراجل اللي ألهم لعبة باز لايتير؟ بيكسار قدمت لايتير كأنها الفيلم اللي أندي كان شافه قبل ما يطلب لعبة باز. المرة دي ما كانش لعبة فاكرة نفسها حارس فضاء، كان طيار حقيقي محبوس على كوكب بعيد، عشان كده تيم آلن مرجعش. بيكسار اختارت كريس إيفانز عشان تفرق بين البطل البشري ونسخة اللعبة، بس التفسير ده لخبط جزء كبير من الجمهور. من سنة 2000 كان فيه بالفعل مسلسل باز لايتير من قيادة النجوم اللي المفروض انه هو اللي ألهم اللعبة، ودلوقتي بيكسار قدمت نسخة تانية من نفس الأصل بس مع شخصيات جديدة وقصة مختلفة لقيادة النجوم. الفيلم كمان اتمنع وما خدش تصريح للعرض في كذا دولة عشان في قبلة قصيرة بين 2 ستات مرتبطين. ديزني رفضت تشيل المشهد، وده اللي حصل. فيلم لايتير كلف حوالي $200 مليون وجمع بس 226 مليون حول العالم. كان أول فشل اقتصادي كبير لسلسلة كانت أفلامها الرئيسية ال4 كلها نجاحات ضخمة. عشان كده المشروع اللي بعد كده رجع للألعاب. في 2023 ديزني أكدت إن توي ستوري 5 تحت التطوير. المرة دي القصة بقت في إيد أندرو ستانتون، واحد من الكتاب اللي بنى أول فيلم وشارك في كل الأجزاء اللي فاتت. الفيلم الجديد كمان بقى أول جزء رئيسي يتعمل من غير مشاركة جون لاسيتر اللي كان ساب بيكسار من كام سنة. بس بعد 5 أفلام إيه اللي ممكن ياخد مكان اللعب ويكون حاجة ما كانوش واجهوها قبل كده؟ الإجابة كانت قدام تقريبا كل الأطفال دلوقتي: شاشة. توي ستوري 5 اتعرض يوم 19 يونيو 2026 أول ويك أند، جاب $312 مليون حول العالم.
ده كان أحسن افتتاحية في السلسلة كلها. لحد يوليو الفيلم كان قرب يوصل ل 800 مليون ولسه شغال في السينمات. منتجاتها لسه بتجيب حوالي $1 مليار في السنة. في عشرات الألعاب، 4 مناطق ترفيهية، فنادق، ألعاب فيديو، مسلسلات، أفلام قصيرة، وشخصيات لسه بتتباع لأطفال ما كانوش اتولدوا أصلاً لما أندي إدى لعبه. بس يا جماعة، إيه أكتر مرحلة من توي ستوري بتحبوها؟ سيبوا إجابتكم في التعليقات. مع السلامة يا راعي البقر.